يا كاتب التاريخ، لا تغلق صفحاتك قبل أن تنتهي هذه البطولة، والنبي 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 والنبي. المنتخب المصري بيحقق إنجاز كبير أوي 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 أوي، ويصعد للدور الإيه؟ الدور ال 16 لأ، الدور ال 32 لأ، الدور الثمانية لأ، الدور قبل النهائي. إنجاز تاريخي. رجالة يا جدعان، رجالة رجالة، مش عارف ليه طالبة معايا أسمع والله، وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. روجي ميكالا مدرب عبقري يا جدعان، روجي ميكالا مدرب كبير 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 كبير. شفت المنتخب نفسه بيتحرك كتلة واحدة، بيعملوا الهجمة المرتدة زي ما قال الكتاب. حاجات كتير جدا هقولها معاكم في الحلقة ديت، بس قبل ما يبدأ صلى على الحبيب، ادعوا لاخواتنا في فلسطين بالرحمة، ادعوا لاخونا احمد رفعت. ويلا معايا. روجي ميكالا ليه بصمة يا جماعة، روجي ميكالا ليه بصمة وباينة قوي للمنتخب المصري. المنتخب المصري يحقق انجاز تاريخي، يدخل التاريخ من اوسع ابوابه. المنتخب المصري ما حققش الانجاز ده من اكتر من 50 60 سنة. المنتخب المصري بيحقق انجاز هيتحسب لكم يا رجاله، انجاز كبير جدا. مبروك علينا. هنقابل باذن الله منتخب الديوك في الدور قبل النهائي. بتمنى من ربنا يكملها لنا على خير، بتمنى من ربنا ينصرنا في الماتش اللي جاي باذن الله. وانا عندي حاله تفاؤل كبيره، انا عندي حاله تفاؤل كبيره قوي. باذن الله باذن الله باذن الله الماتش الجاي هنحط على الديوك ومحدش هياكل معانا. المنتخب المصري يا جماعه النهارده عمل ماتش قدام منتخب باراغواي، قمه في الرجوله. اسد يلا واقف في الملعب صح، بتطلع بالكرة صح، مش هايبين. ابراهيم عادل يا جماعه نجم كبير، ابراهيم عادل نجم كبير. يستحق انا شايف ان هو ممكن ياخد افضل لاعبي، او هياخد افضل لاعب على مستوى البطوله مع سفيان رحيم. ابراهيم عادل من نص فرصه بيسجل. ابراهيم عادل مهاره، سرعه، قوه، لعيب جريء. آه عالجون، هداف. لا ابراهيم عادل لعيب كبير يا جماعه، يستحق يكون في مكان غير المكان اللي هو فيه، يستحق يحترف فعلا، يستحق نادي كبير يلعب فيه، يستحق يكون زي محمد صلاح باذن الله بالتوفيق. زيزو، زيزو يا جماعه لعيب كبير، انا قلت لكم يا جماعه زيزو لعيب كبير، زيزو لعيب كبير. عرضيه تسلم رجلك يا ابني، تسلم رجلك، ويا ريتها حتى بالرجل اليمين، ده رافعها برجله الشمال، يعني الرجل اللي هي اصلا يعتبر اضعف من اليمين، مش هنقول اللي هي، لا رجله الشمال اللي هي اضعف من اليمين. زيزو يا جماعه لعيب، بص يعتبر من افضل المطوشه اللي عملها او شفتها لزيزو الماتش بتاع باراجواي النهارده. زيزو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يا ابني. بحبك بحبك يا زيزو، بعيد عن الانتماءات يا جماعه، بعيد عن اهلي وزمالك، احنا بنتكلم في منتخب مصر. انا بحب زيزو على المستوى الشخصي، لعيب راجل، لعيب مؤدب ومحترم، وعشان كده ربنا بيكرمه. سيبك من الاقاويل اللي بيقول لك زيزو مش زيزو، لا زيزو لعيب كبير، زيزو لعيب حريف سريع. النهارده حسينا بزيزو من فتره كبيره، آه كان بعيد شويه عن مستواه، او مش اللي هو اللي احنا كنا منتظرين منه. لا زيزو لعيب كبير، تسلم رجلك يا ابني، عمل عرضيه 10 على 10. بص ولا كلمه ولا كلمه. احمد نبيل كوكا مستقبل نص ملعب المنتخب المصري ونص ملعب الاهلي. شفت الشوطه بتاعت ضربه الجزاء دي تقريبا يعني، كوكا شاطها والجون عبال ما راح لها اصلا خد 3 ايام عبال ما راح لها. كوكا الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله. احمد عيد لاعب بتاع الزمالك، مش عارف الزمالك فرط فيه ازاي، بس لعيب حكايه، لعيب حكايه، لعيب حكايه. ربنا يكملها لنا يا جماعه بالستر باذن الله، وباذن الله وباذن الله باذن الله نطلع ميداليه ذهب، لا اما ميداليه فضه، ميداليه ذهب لا اما فضه. ليه لا انا اخدش البطوله؟ مش عارف، عندي احساس ان احنا باذن الله هناخد البطوله، عندي احساس كبير ان احنا هناخد البطوله باذن الله. حمزه علاء يا جماعه، حمزه علاء كل مره بيثبت فيها انه حارس اتولد عشان يكون اسطوره. حمزه علاء جول كيبر كبير جدا يا جماعه. حمزه علاء، انتوا عارفين اللي بيلعب في الاهلي الجون الرابع، الشناوي، شوبير، الزنفولي، حمزه علاء. حمزه علاء لازم باذن الله الموسم الجاي يطلع يلعب،
انا سامع ان هو جاي له اعاره فلازم يطلع يلعب. حمزه علاء ما ينفعش يقعد. حمزه علاء نجم كبير، جول كيبر مستقبل النادي الاهلي ومنتخب مصر، جول كيبر كبير. النهارده صد ضربه جزاء تسببت او هي من احد الاسباب الرئيسيه اللي خلت المنتخب بتاعنا يصعد او يفوز على منتخب باراجواي. حمزه علاء جول كبير، ربنا يحميك يا ابني، مستقبل كبير باذن الله منتظرك. عايزين احسن من كده باذن الله. باذن الله الماتش الجاي لمنتخب مصر مع منتخب الديوك، احنا ما يهمناش ولا ديوك ولا فراخ، ما حدش ياكل معانا. منتخب فرنسا منتخب قوي، بس احنا ما بنخافش. اخر حاجه هقولها، مصر جت وبعد كده التاريخ جه بعديها، ما بنخافش من حد. باذن الله لعيبتنا رجاله، وهنوصل للنهائي وهناخد البطولة بإذن الله. هنوصل للنهائي وناخد البطولة بإذن الله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك واعمل لي كومنت وقول لي ايه رأيك في المنتخب، وشارك الحلقة دي في كل مكان. دلعني. السلام عليكم.